كنعرف كالسابة حاطين شيك على بياض، لما تخلص دير العلف مباشرة للحبس. بلاتي لما تدخل تكتب لي في التعليق شناق وحلفك الحواله يتربوا في عزك، ديك التعاليق الخاويه. خاصك تتفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تبان ليك الصورة الكاملة باش تفهم اشنو واقع. اذا خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو بطبيعة الحال بزاف ديال الناس دواو فيه هما ما عندهمش الاهليه باش يدووا في هذا الموضوع، هو موضوع ديال الغاء العيد الاضحى المبارك. هذا القرار جاء من قبل الملك المغربي الله يطول في عمره الله ينصره. اذا بزاف ديال الناس دواو عليه، هو الموضوع الترند دابا. انا كتبان لي عندي الاهليه انني ندوي على هذا الموضوع، لان الفلاحه ديالنا حنا اللي عندنا محتوى فلاحي، فغادي ندويو على هذا الموضوع من جميع الجوانب ان شاء الله باش نعرفوا الصورة الكاملة ديال هذا القرار. خوت انا ما ندويش على الشق الديني هنا، اللي عنده الناس وعنده المشايخ ديالو هما اللي عندهم الاهلية انهم يناقشوا هذه المواضيع. انا ندوي على الفلاح كحنا وعلى الكساب خاصة اللي مول الغنم، وغادي ما ندويش على الشناقه، لان الشناقه الاخوان خاصكم تفهموا. الناس كيحسب لهم دابا الشناق هو هذا. الشناق الاخوان هو اللي كياخذ حتى لديك السيمانه الاخيره ولا داك الشهر الاخير، عاد كياخذ الحواله وكيبدا يزيد فيهم بواحد الثمن اللي هو طالع بزاف. اما دابا باقا 3 شهور العيد، فكيكونوا الناس مالين الغلم هما اللي كيكونوا يعلفوا. بعض الناس كيحسب لهم انهم الغلم كتبقى حتى الشهرين ولا الشهر الاخير عاد كيبداو الناس يعلفوا فيها. خوف الاخوان الا بغيتي خوف مليح كما تاخذوا الناس كيبغوا الحواله مزيانين سمان، مهما كيتزاد الخوف كيبداو يعطيهم واحد شويه ديال العلف، كيدوروا معاهم شويه العلف واحد 16 ولا شناهي الخافان كيدوروا عندو باش كيبقى الخوف غادي طالع مزيان. ما غاديش ندوي على الشناقه، اذا الشناقه خارج هادشي، الشناقه خارج عنها، ندوي على الكساب. هو الناس خاين، اما دوك اللي كيمشيو دابا كيشريو واحد 50 راس واحد 60 راس، هادوك بياعة وشرايا الاخوان، هادوك من ضبا عارفين ان التجار فيها ربح وفيها الخسارة، هما منهم لراسهم. حنا ما ندافعوش عليهم ما تشعاش، حنا ندويو على المواطن الدرويش وعلى الكساب. نبداو بالكساب الاخوان. كساب الاخوان دابا خاسر فلوس حاليا. الناس دابا مثلا هنا في دكالة مصابة الشتا، شحال ديال الجفاف، هاد الغنم مش كتاكل. تمن الساقية اللي كان كيدوز فيها الماء عام دابا باش مسدودة علينا، ما كاينش ما تاكل الغنم، كاينه بحال الصحراء رمل والو. اذا اش كيديرو فكيمشيو كيولا اراضي بعيده في المناطق بعيده فيها المأكل، تما فين كتبقى عايشه باش يخلصها بالفلوس ديال هاد الخرفه اللي كيبيعوا في العيد. اذا دابا ما كاينش العيد، ما كاينش فلوس خرفان، فباش يخلصوا هاد الناس مساكن. وانا كنظن ان الدوله ان شاء الله كنظن غادي تعوضهم، لانهم كان داز واحد الاحصاء، هذا واحد الاشكال وقع فيه واحد الاشكال غندوي عليه. فداز هذاك الاحصاء كنظن هما عارفين شكون الكساب، شكون اللي عنده النعاج، شكون اللي عنده اللي غير شاريهم، فكنظن غيكون واحد التعويض لهم. وهنا هاد النقطة الثمن الكساب تو كيتحمل هاد المسؤولية ديال الغاء العيد. علاش؟ لانه مصرحش بالارقام الحقيقية ديال رؤوس الاغنام اللي عندهم. علاش؟ لانه خافوا الناس انهم يخلصوا شي ضريبه او لا. الحاجه اللي خافوا منها بزاف هي ان المؤشر طلع وبداو يخلصوا في لا سينيسيس، بداو يخلصوا على المؤشر اللي طلع لهم. اخوان الكسابه خاسه دابا، واخا دابا 3 شهور باقا العيد، الناس كيحسب لي ما باقا بعيد زعما تعلموا بعيد. اخوان كان على الاقل يتعلموا واحد 6 اشهر، لان دابا الناس خاسره فلوس، الناس عندها كيديات ديال العلف ديال فين كتكاين البلاد اللي فيها ربيع باش كدير لها الغلم ديالها باش تصح.
فكان على الاقل واحد 6 اشهر تكون الناس فراسة ان العيد ما غاديش يكون، باش توجد على الاقل ما يعلفوش، ما يزيدش مصاريف تزاد عليهم. ثم الاخوان انا كنقترح واحد الاقتراح اللي هو بسيط، اللي هو مزيان، بحال هاد العام 2025 ما تكونش العيد، ف 2026 تكون العيد، و 2027 ما يكونش العيد. تعلم الناس على اتساع، تعلم على اتساع. فالناس دابا خاصها الفلوس صحيحة، وبقاو هادوك الحوالة عندهم. كل ما تعلم بنادم بزاف طاب بزاف ديال الوقت غيكون افضل. دابا الاخوان ندويو على المواطن كمواطن مغربي درويش، واش هاد القرار مزيان ليه؟ فبالطبع الحال حنا مأكدين انه قرار كلشي مجمع عليه، حتى الناس الكسابة تاهما عارفين هاد القرار قرار صائب ومزيان ومتفقين معاه. غير هو اللي قلت لكم هو الوقت، هنا فين الاختلاف. بغاو يكونوا معلومين قبل بواحد 6 اشهر فما فوق، هذا هو الاختلاف. انا قرار جيد، قرار ممتاز ديال الملك الله ينصرو، قرار مزيان، لان واحد الاثمنه ولنا كنشوفوها وكنسمعوها ما يمكنش، الخيال العلمي ماهيش حتى كلمه مستحيله مبقاتش كافيه. فالحولي كان ب20 ديال 2019 ولا ب60,000 وملاقينوش، مبقاش الحولي ديال 60,000. انا شفت واحد السيد في واحد الفيديو بغا ياخذ واحد الحولي ديال 60,000 ما بقاش في السوق، وانا كنشوفو في السوق ما كاينش. فمثلا فكنمشيو ناخذو شي عيد، حنا ما عندناش الله محيتها في 2019 ما بقات عندنا، حنا كناخذو العيد كنمشيو نتقداو ناخذو الحولي ديالنا. دابا نيت ناخذ واحد 2 حوالات نوريهم لكم بواحد الثمن مستحيل، نوريهم لكم مستحيل واحد 2 حواله. هما دابا عندنا من شهر 10 ماخذين ب7,000 درهم، واحد الثمن بزاف، الثمن مرتفع 3 المرات اكثر على الثمن الحقيقي ديالهم. فمول الغلم اللي يبيع لك كيقول لك بزاف، هاد الثمن ما يمكنش، يعني واحد الاثمنه خياليه بزاف. فانا كنشوفو انه كان في 2020 في 2021 وهنا 2021 22 23 24 هادو كان تلغى على الاقل في موسم من هاد المواسم اللي قلت لكم، لانه كل عام كيتضاعف الثمن بواحد الشكل مبالغ فيه بزاف. ها انتو الاخوان عاود تهمونا وتقولوا لنا حنا شناقه ولا شي حاجه. ما خرجت، هما 2 حوالل عندنا، واحد ديالنا موجدينهم العيد ان شاء الله، واحد ديالنا واحد ديال اختي، مخرجين ب7,000 درهم شهر 10 ولا شهر 9 في اواخر شهر 9 ولا المهم عندهم 5 اشهر ديال 140,000. هما الاخوان يعني واحد كانوا صغار من هادشي 5 شهور تبارك الله، مدة كانوا صغار من هادشي، وماخوذين بواحد الثمن اللي هو خيالي. كما كتشوف يعني كون ما تلغاش هاد العيد نسمع واحد الاثمنه لا عمرك ما تخيلتيها. فانا كنمشي للسوق كيقول لي الوالد ساو، انت كنقول ليش هاد نساو، ما بقى ما يتساو، ما كاينش ما تساو. هنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى ان الفيديو يعجبكم. اللي بغا يتناقش معنا بادب وباحترام يخلي التعليق ديالو تناقشوا على شي نقد يكون هادف. ولا عجبكم الفيديو خلونا لايك وتابوناو في لاشين، وبالسلامه عليكم، شكرا.